من أهم المحددات لفرص نجاحك في أي علاقة هي درجة حبك لنفسك، يمكن أهم كمان من درجة حبك للطرف الآخر. تخيل ليه؟ لأن درجة حبك لنفسك لو عالية زيادة عن اللزوم هيبقى عندك إحساس مبالغ فيه بالاستحقاق، فدايما هتبقى مستكتر نفسك على اللي معاك، وكأنك اخترت الطرف التاني ده لأنه أحسن اختيار متاح، مش لأنه شخص انت كنت بتتمنى تبقى معاه. وبالتالي هتفشل في العلاقات ودايما هتدور على فرصة تانية. ولو درجة حبك لنفسك قليلة زيادة عن اللزوم هتلاقي نفسك عندك إحساس بعدم الاستحقاق، وبالتالي بتقبل انك تستمر في علاقات مؤذية بيساء معاملتك فيها، وكأن عقلك بيقولك كتر خير الطرف التاني انه قبل اصلا يبقى معاك. لو لاحظت ان علاقاتك دايما فيها نمط من النمطين اللي انا وصفتهم دول، ارجوك اوعى تبخل على نفسك بزيارة للطبيب النفسي، لانه اعادة صياغة علاقتك بنفسك هي اهم خطوة في بناء علاقتك بالاخرين.